ازيكم يا جماعه، واخبار من امبارح او اخبار بقى لها يومين بتتكلم عن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي. الاخبار دي طلعت امتى؟ طلعت بعد الازمه الاخيره اللي حصلت ما بين محمد صلاح وما بين يورجن كلوب. طيب هنا في شويه حاجات لازم نتكلم فيهم. اولا، هل صلاح كان عنده الرغبه للانتقال للدوري السعودي؟ الاجابه هي لا، لان العرض بتاع الاتحاد السعودي كان من اكتر من اسبوعين، يعني من قبل بدايه السيزون اصلا، من ايام البري سيزون. وكان العرض بمبلغ كبير ومرتب كبير، وكان يعني كان عرض بصراحه مغري جدا، ولكن صلاح رفض لرغبته في الاستمرار في الدوري الانجليزي، وبالتالي رغبته في الاستمرار في ليفربول. فشفنا التصريح بتاع رامي عباس اللي سربه للصحافه كلها بان صلاح عنده رغبه كامله ان هو يقعد في ليفربول او يقعد في انجلترا. من هنا تيجي الكلام، من هنا يجي الموضوع. هل بعد كل ده صلاح عايز يمشي؟ هل بعد كل الوقت ده صلاح دلوقتي عايز يمشي؟ ليه الكلام ده طلع؟ من وجهة نظري الكلام ده طلع بعد الازمه الاخيره اللي ما بينه وبين يورجن كلوب، وتصريحات روي كين، تصريحات مايكل اوين اللي اتكلموا فيها ان يعني الاحترافيه بتقول ان صلاح يقعد وهكذا. انا عندي تعليق هنا، وتعليقي على شقين. الشق الاولاني الازمه مع يورجن كلوب، وشايف ان الازمه كده كده هتخلص، لان الناس اجتزأت التصريحات بتاعه يورجن كلوب، ما قالتش التصريحات كلها. يورجن كلوب قال ان صلاح ساعدنا كتير جدا في الفوز بمباريات كتيره جدا، يعني اتكلم عن دور صلاح العام مش دور صلاح بس في الماتش ده. اتكلم كمان عن فكره ان هو بيحب ارقامه القياسيه والكلام ده كله، ولكن كان بيتكلم باحترام، ما اتكلمش بالتصريحات المجتزأه اللي اتاخدت نزلت على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. فبالتالي يعني مفيش ازمه اصلا. حاجه تانية، موضوع شرط الكابتن اللي الناس تتكلم عليه ويورجن كلوب. هل انت كشخص عربي او كشخص مصري هتتقبل ان محمد صلاح يلبس شارة القياده بتاعه المثليين في جولات دعم الشواذ؟ هل انت هتتقبل؟ لو انت هتتقبل ده، كلوب هيلبس شرط القياده ويبقى رقم 1، ولكن كلوب خلاه رقم 5. رقم 5. صلاح لو لبس الشاره ده يا جماعه، اعتقد ان مصر كلها هتقوم عليه، مش هتقعد. ده يعني ده كان بيعمل حاجات اقل من كده كتير. ده نعى الملكه، مصر كلها ازمت عليه يعني وبهدلته. فاحنا بنتكلم هنا في ايه؟ احنا بنتكلم فين لعيب مش عايز يلبس شرط القياده، او مش مؤهل انه يلبس شرط القياده لاسباب ليها علاقه بدين. فانت هنا بتتكلم في حاجه عاديه وطبيعيه جدا ان هو ما يلبسوش شرط القياده ويديها لفان دايك وبعد كده ارنولد وبعد كده روبرتسون والكلام ده عادي يعني، ده مش حاجه عيب يعني. فانا مش شايف ان كلوب غلط معاه في حاجه. لو غلط يعني توتال غلط كلوب في الموضوع ده كله ان هو خرجه من الماتش بس انما تصريحات كلوب ما غلطش فيه. موضوع شرط القياده انا مش شايف ان هو فيه غلط خالص، فبالتالي مفيش مشكله. موضوع الدوري السعودي، وسيبك بقى من حوار صلاح خالص، في سؤال بيتردد كده بقاله فتره: هل الدوري السعودي افسد كره القدم وافسد الكره الاوروبيه؟ الاجابه 100% لا، 100% ما حصلش، وده افتراء وده توجيه من الاعلام الانجليزي. ليه؟ بسبب حضرتك السبب بسيط جدا، ان هم مش عايزين يحصل ان الدوري يبقى قوي وفي مشاهدات قويه ومش عارفه ايه. لا، هم عايزين ان هم يفضلوا رقم 1 ويفضلوا هم في الصوره رقم 1 اقتصاديا، ورقم 1 اقتصاديا على مستوى الدوري يعني، ورقم 1 على مستوى المشاهده وكل حاجه. ما اقتصاديا دي جايه من المشاهده. فبالتالي احنا بنتكلم عن تصريحات موجهه واعلام موجه، بان من الاخر اتكلموا عن ان الدوري السعودي ده افسد كره القدم عشان ما ياخدش حد تاني وما ياخدش لعيبه كبيره وما يعملوش بقى دوري. ولكن في طبيعه الامر هو عرض وطلب. انا عرضت على اللاعب الفلاني يجي بالفلوس الفلانيه، ما انتوا بتصرفوا فلوس. ما هي دي الفكره، ان الدوريات الاوروبيه والانديه البريمير ليج كمان بتصرف فلوس كتيره جدا جدا. يعني لسه شايفين موسى كايسيدو 133 مليون، ده انتقال ما حصلش في الدوري السعودي، ما جابوش لاعب 133 مليون يعني اصلا. ولكن الفكره ان الناس اللي بتقول الدوري السعودي افسد كره القدم، لا، الكلام ده مش صح خالص. رايي في بقى موضوع محمد صلاح وروح السعوديه وكده، انا شايف ان هو مش هيحصل ان شاء الله يعني، ولكن انا مش حابب انه يحصل دلوقتي. هل حابب انه يحصل في المستقبل؟ ولكن مش دلوقتي. ليه؟ لان صلاح عنده كتير يديه، لسه عنده كتير ياخده من المجد والشهره كمان. واللي برز ان هو عنده كتير يديه الماتش بتاع تشيلسي. الراجل سجل هدف وصنع هدف ويعني بهدل الدنيا في ماتش تشيلسي، يوريك ان هو لسه عنده كتير يأدي والدورات الاوروبيه يعني. فان شاء الله ما يروحش دلوقتي ويركز مع ليفربول ويبقى كله تمام يعني. بس هو ده كان كل اللي عندي النهارده، وان شاء الله بقى نشوف ايه اللي هيحصل. وانا ما اتمناش ان صلاح يروح بصراحه الدوري السعودي حاليا. وبس اعملوا لنا لايك شير سبسكرايب، اشوفكم الفيديوهات الجايه. سلام.